السلام عليكم. اكثر سؤال تطرح عليا خويا عندي موتور 50 ضعيف، موتور 50 ما كيطلعش في العقبه، موتور 50 ما كنقدرش نردف عليه جوج البلايص. ولكن اللي خصنا نعرفوا بان كاين فرق كبير ما بين الدراجات المغربيه ديال دابا والدراجات المغربيه من قديم. اللي غادي نسولوا روسنا علاش الناس الاولين اللي كانوا كيستعملوا الدراجات اليابانيه ما كانش عندهم هذا المشكل، علاش ما كانوش كيتشكاو من الدراجات الناريه وكيقول لك لا بانها ما كتطلعش في العقبه، لا بانها ما كتقدرش تردف عليها جوج البلايص، لا بانك ما تقدرش تخدم بها، لا الا سولتي ورجعتي للذاكره في المغرب كان كيعتمد على الدراجات الناريه اكثر من اي حاجه في وسيله النقل. فكنتي كتلقى الناس اللي خدامه كنتي كتلقى بالناي ولا سباغ هاز السلالم على الموتور ديالو، هاز الطوله ديال السباغه وما عمرك تلقى شي مشكل وما عمرك تشكم الموتور ديالو. ولكن الا جيتي تشوف النوع ديال الدراجه اللي كان كيركب عليها، المهم ما تنساش تخلي واحد لايك لا فيديو الا تشجيع منك. الا كنتي من الناس جداد خلي متابعه للقناه، الا شرف كبير ليا تكون من العائله ديالي. الا بغينا نهضروا على الدراجات فغادي نهضروا على جوج شركات وعلى جوج دول مصنعه، فهما اليابان وهي الصين. وهاد جوج دول فكاين فرق كبير بيناتهم. فإلا قلت لك الدراجات اليابانيه ماد ان جابان فغادي نقول لك كawasaki، الياماها، الهوندا، فراه غير الاسم ديالهم راهم ثقيل. واللي غنقول لك واحد الكلمه بانهم هما رقم واحد في العالم والمارشي مونديال كيعتمد عليهم، وما كاينش شي دوله في العالم ما غاداش تلقى فيها هاد النوع ديال الدراجات. وإلا سولتي العالم كامل لي براوند غتلقى ياماها والهوندا هي المرتبه الاولى في العالم، عدا منافسه ديال الشركات الاوروبيه اللي واخا هكاك ما غاديش تاخذ المكانه ديال الدراجات اليابانيه. وإلا قلت لك الدراجات الصينيه، فالدراجات الصينيه الا بحثتي عليها في الانترنت فما غتلقاهاش كتباع في اوروبا ولا في الدول الامريكيه، فغادي تلقاها منحصر على مجموعه ديال الدول اللي منهم المغرب. واللي خصنا نعرفوا بان الدول الاوروبيه ما كتاخذش غير دراجه غير بالاسم ديالها، فراه خصها تكون عندها واحد المعايير الدوليه واللي كتضمن الجوده ديال المستهلك. هذه هي اهم الحوايج. فاحنا ما خصناش نلوموا المستهلك وما خصناش نلوموا الشخص اللي جايب دوك الدراجات الصينيه، فاحنا ما خصناش نلوموا الناس اللي كتبيع الدراجات ديال الشينوا في المغرب. فدوك الناس كيجيبوا واحد البرودوي اللي يقدر في الاستطاعه ديال الناس يشريوه على حساب القدره الشرائيه ديال المغرب، اللي كيوفروا لك واحد الدراجه ناريه القيمه ديالها 8000 درهم او 9000 درهم او 10000 درهم. فديك القيمه ديالها راه قيمه الاداء ديالها والجوده ديالها، فما تسناش من واحد الموتور يعطيك اداء اكثر من هكاك الى القيمه ديالو 8000 درهم او 9000 درهم. واللي خصنا نعرفوا بان موتور 50 و50 فراه كاين فرق كبير بيناتهم وبين جوج دول مصنعه. فاللي خصك تعرف بان الجوده هي اليابان في العالم كامل بجميع المنتوجات ديالها. فالمجتمع الاوروبي الا شاف واحد البياسه فيها جابون فغادي يعرفها اصليه، فغادي يشريها بعينيه مغمضين. ولكن الا شد واحد البياسه شينوا غيبقى عنده الشك وما يقدرش يشريها الا ما تاكدش من الجوده ديالها. ولا مشينا دابا على سبيل المثال، مشينا غير نسحب بياس ديال الطوموبيلات، قلتي لي خاصني كروه، فغادي يقول لك عندي الجابون اوريجينال كدير 700 درهم وكاينه الوردينار شينوا كدير 300 درهم. هذه فكره تربينا عليها وهذه حاجه اللي معروفه في العالم كامل والاحصائيات، وجميع العالم كيعرف بان ديك الجابون هي البريمير شوا الجوده. فمادام كنتحطوا على الجابون فكنتحطوا على الجوده. عرف بان الصين باقا ما لقاش المكانه ديالها في الصناعه ديال المحركات. ناخذ على سبيل المثال مجال السيارات، فاللي دويت لك على اليابان، فاليابان جميع السيارات ديالهم فهي داخل السوق العالميه ومحتله المركز الاول. فاللي قلت لك سياره تويوتا فهي الاولى عالميا من ناحيه المبيعات في العالم واكثر سياره فيابيليتي اللي فيها الثقه والامان، واكثر مبيعات اللي غير تويوتا كورولا بوحدها اللي قدرت تحقق 50 مليون ديال المبيعات. واللي خصك تعرف بان حتى الصين عندها صناعه ديال السيارات اللي عندها اكثر من 30 نوع ديال السيارات، ولكن حتى شي نوع ديال شي سياره صينيه ما كتواجد في اوروبا مكاسبه الثقه ديال اوروبا. وحتى الناس ديال الشينوا فهم واحد الناس اللي واصلين واحد الوعي كبير، فداك الانسان الشينوي فما غيشريش واحد الحاجه اللي ما فيهاش الجوده. وحتى الشينوا فهم كيعتمدوا على الصناعات الاجنبيه الاوروبيه واليابانيه. فاكثر سياره كتباع في الشينوا فهي الفولكس فاغن، وثاني سياره كتباع في الشينوا فهي التويوتا. وكيفاش تقنعني بان الدراجات الشينوا فهم غيكونوا واحد الكفاءات عاليه وبان المواطن ديالهم ما تيقش في سلعتهم والمواطن ديالهم ما كيشريهمش؟ راه لا يعقل بان واحد الدراجه ما كتباعش في اوروبا وغادي تلقى الجوده ديالها عاليه. عطيني مشي شركه من هاد الشركات اللي كيتباعوا دابا في المغرب حاليا غادي تلقاها في اوروبا، راه طلع المواقع ديال البيع والشراء والبحث ما غاديش تلقاهم وباقي ما تيقينش فيهم. لان باش تقنع الاتحاد الاوروبي تبيع المنتوج ديالك عنده فماشي كيقول لك اجي دخلهم مرحبا اجي عشرهم اجي خلص الضرائب وبيعهم، لا. فدوك الناس كيفكروا لحمايه المستهلك. اشنو غتبيع المستهلك؟ اشنو غادي تعطيه؟ اشنو ديك الدراجه غتعطي من خدمات؟ كيفاش غتكون الاداء ديالها؟ شحال المده ديالها؟ فراه كاين فرق غير في الضمانات.
فالشركات اليابانيه كتعطيك 5 سنين ديال كارانتي. شركه هوندا علنات مؤخرا بانها كتعطي ضمانه ديال 5 سنين، وشركه الياماها علنات بانها كتعطي ضمانه 4 سنين. اي منتوج ديالها وتغطيه كامله، الا خسر لك محرك فغادي ترجعوا ليها، ترى اي عطل في الدراجه غادي ترجعوا ليها. ولا مشينا لاغلب الدراجات الصينيه فكتعطيك عام راه هي والو. راه الدراجه عاديه واخا تكون المحرك ديالها عيان غادي يضرب لك العام. راه عطيني الاداء من بعد عامين او 3 سنين او 4 سنين ديال الخدمه. وإلا رجعتي عند الناس قدام راه غتلقى عنده البيكان ضاربه ليه 20 عام، وإلا سولتي عليه غيقولك الله يعمرها دار. الناس الاولين اللي كانوا كيستعملوا الدراجات اليابانيه ما كانش عندهم هذا المشكل، فغادي تلقاه كان كيركب على البيكان، على الموبيليت، على الابريليا، على الهوندا طروا، على الهوندا سوبر كوب، على الياماها طروا. الياماها طروا راه كيبقى عندها تاريخ قديم مع المغرب والناس باقا عندهم لحدنا الان. وإلا دخلتي غير لمراكش المواقع ديال البيع والشراء فراه غتلقى اكثر دراجه ناريه مطلوبه هي الهوندا والياماها، واللي باقيين ساويين الثمن اللي غتلقاهم اوكازيون ب 7000 درهم ولا 8000 درهم. ياك مراكش كنقولوا بان هي مدينه ديال الماطر، اكثر مدينه كيستعملوا فيها الدراجات الناريه. فلا درتي عند المراكشيين غادي تلقى عندهم غير الهوندا وغير الياماها. وإلا قلتي لي هذا الموتور ما غاديش يطلع في العقبه غادي يضحك عليك. واش فهمتيني؟ لان غيقول لك هذا الموتور كنمشي به اوريكا، كنطلع به اوكيمدن، كنمشي به سيتي فاطمه، كنمشي به الامليل، كنسافر به، كنتقدى به، كنضرب به البرد والصيف والشتاء. وحنا كنعرفوا برد مراكش وكنعرفوا صهد مراكش. خصنا ندخلوا هذه النقطه وهذه الفكره لريوسنا. راه كاين فرق ما بين مصنع ومصنع، راه فرق ما بين السيارات، ما بين الدراجات الناريه اليابانيه والدراجات الناريه الصينيه. فالصينيه يلاه كتحاول تطور راسها باش توصل لواحد النيفو ديال اللي تقدر تدخل به السوق العالميه. فراه يمكنش تقنعني بواحد الدراجه ناريه ما كتباعش في العالم كامل وغتكون كتباع غير في المغرب او في الدول المجاوره وغتكون عندها الجوده. راه اول حاجه اللي كطالب بالجوده هي اوروبا، واي حاجه فيها الجوده هي اللي كتلقاها في الاتحاد الاوروبي وكتلقاها في امريكا. فما خصناش نلوموا دوك الباعه اللي قدروا يوفروا للشعب المغربي واحد الدراجه الناريه اللي في متناول. فالدراجه الناريه فهي ما كانش في استطاعه اي واحد. فراه كان الموتور كيسوى 2 المليون 3 المليون الا بغيتي دراجه يابانيه. فهاد الماطرشين فهما داروا الاحتياجات اليوميه العاديه اللي ماشي بالضروري خصك تخدم به، موتور اللي خصك تنقل به، تمشي به للمدرسه، تمشي به للقرايه، تمشي به للقرايه اللي كانت قريبه عليك، تمشي به للخدمه اللي كانت قريبه عليك، تقدر تمشي به للسوق تقدى به، ولكن ماشي باش تضرب به ثمن. فداك الماطر راه ثمنهم باين، وغير ثمنهم هو غيبين لك الجوده ديال الدراجه الناريه. فما نلوموش واحد الحاجه شريتيها بمحض الاراده ديالك، فانت عارف بان راه زيد الماء زيد الدقيق. الا بغيتي الجوده راه غتقلب على الماطر ديال الجابون، وإلا بغيتي موتور باش ديباني وتعديه فدوك الموتور راهم قادين بهم الناس صغار، هادو الناس خدامين بهم كيمشيو بهم الخدمه قريبه وسط المدينه ديالهم. فلهذا ما نبقاوش نخلطوا ما بين الامور. فاحنا كنهضروا على جوج شركات، اللي شركه اللي هي كتعتبر راس السوق العالمي اللي ما كاينش شي شركه تقدر تنافسها، والشركه اللي معروفه بالجوده ديالها، اللي اول شركه في العالم كتاخذ الجوده على المنتوجات ديالها كاملين، واي منتوج ديالها فهو كيدخل السوق العالمي وكيحتل المراكز الاولى. فالصين كتصنع لك واحد النوع ديال الدراجات اللي هما بروسهم ما كيستعملوهمش الاكثريه باقيين كيعتمدوا على الدراجات اليابانيه، ولكن دوك الناس عندهم البيدجي. وإلا دخلتي غير لاوروبا راه غتلقى نفس الشكل، غتلقى المحتكر ديال السوق ديال الياباني، لان دوك الناس عندهم الجوده. فالدراجات الصينيه يلاه كاين واحد جوج شركات اللي مؤخرا بداو كيدخلوا لاوروبا واللي فرضت عليهم شروط ومعايير اللي صعيبه. نعطيكم واحد المثال. حنا كاملين كنا كنمشيو للعروبيه، ومني كتمشي للعروبيه كنتي ضروري كتسنى واحد الشخص كيجيب موطور، كتلقاه موطور ولكن راه ماشي موطور، راه حانوت متنقل، هاز الحوايج، هاز المواعن، هاز البانيوات، هاز التيد، هاز الجافيل، هاز السانيكروا، هاز البيموات، هاز الفانيد، وكتلقاه كيطلع في العقابي، كيطلع في الجبال، كتلقاه النهار كامل هو كيدور من دوار لدوار. داك الموطور تسولي يقولك هاد الموطور نعيا انا وما يعياش هو. راه هذا هو الاشكال. اللي باغي الجوده راه كاين الثمن ديالها، واللي باغي واحد الموطور على قد جيبو وقدر المستطاع ديالو اللي يقدر يقضي به حاجته اليوميه فهي كاينه. فما نبقاوش نعمو نبقاو نقولوا بان الدراجه الناريه 50 فهي اللي فيها المشكل. لا، 50 راها كافيه والعالم كامل كيخدم بال50. المهم وصلنا للاخر ديال الحلقه اللي كان واحد الموضوع بسيط خفيف اللي ناقشته مع الاصدقاء ديالي والناس ديال القناه ديالي. وهذا الفيديو ما كنخص به حتى شي شركه، كنعاود ناكد عليها. انا غير عطيت واحد المراجع وواحد المقارنه بسيطه اللي العالم كله كيعترف بها. وإلا سولتي اي استاذ في هذا المجال فهو غيقول لك جابون هي رقم واحد في العالم في الجوده. تحياتي لكم وراكم عزاز. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Let it go.